السلام عليكم هواة ومربين الأزرق العراقي. أسعدتم صباحا أحبتي وحياكم الله. موضوع حلقتنا لهذا اليوم أخوان، مثل ما تعرفون احنا في فصل الشتاء، وعادة اللي يبزر الأخوة المربين اللي يبزرون في فصل الشتاء أكو فد حالة قد تفوتهم ما منتبه. الحالة كالآتي: أنه الأمهات دائما ما يعطن الجرعة الكافية والمناسبة للأفراخ في السوائل، خصوصا الماء. يعني إذا تلاحظون هاي الحالة الماثلة أمامكم، شوف يعني الحوصلة يابسة ما بيها ماي. وهذا الموضوع بالذات إذا يبقى مثلا الطير على هالرتم هذا فد 3-4 أيام يموت عطش طبعا، والأخوة المربين ما منتبهين. شوفه كل شي ما بيه، يعني فرخات كل شي ما بيها شوفها، لكن تتفاجئ انه تلقيها ميتة. يتصور البعض انه هي ماتت بسبب البرد، لا، حتى لو مغطيها يعني محافظ عليها والمكان دافي، الطيور تموت، يعني الافراخ تموت اخوان. اذا ما تاخذ جرعة كافية من الماء تموت، مستحيل تعيش، لانه الله سبحانه وتعالى يقول وجعلنا من الماء كل شيء حي. حياة الكائن الحي، كل الكائنات الحية هي تعيش على الماء قبل الغذاء. زين، فضروري يعني حل لهذا الإشكال، أنه بين يوم ويوم تعطي فجرعة بسيطة من المي. وإذا أكو نزلة برد، أيام باردة تمر، يعني الجو بارد، أنه المي يكون دافي مو بارد، لأنه هذا راح يسبب لها مشاكل بالجهاز التنفسي. الأفراخ راح تنصاب تنفسية حادة والتهابات حادة بسبب المي البارد. فدائما ما ننصح الأخوة المربين أن يعطون دائما المي الدافي في الأيام الباردة. والأيام العادية يعني الشتاء عادي، لا يعني أجواء مو باردة كلش، ماينا العادي هذا الاعتيادي. ونفس الوقت انت بمكان ما تعطي المي هذا، انا هسه ما مجهز، عن طريق الصدفة صارت هاي الحالة قبالي. المي حبذا انه يكون بنوع من الفيتامينات، الانتبايتيك، الكوكسيديا، التنفسية، السالمونيلا، لان كلهن ينعطن يعني اثناء الجرعة هذه مال ال5 سي، هذا الانبول مال السرنجة هذا. اولا كمناعة للطير، اثنين اقصد الطير الافراخ، يعني اخوان دائما ما اقصد الطير هو الافراخ، كمناعة للافراخ اولا. ثانيا انه هاي الافراخ من تجهز للموسم وتريد تخرجها، هي يعني انت الكورس منطيها وهي صغار، يبقى عندك اللقاح والديدان. الديدان بهيك عمر ايضا تعطي، ماكو اشكال، يعني بعد اسبوع تنطي ديدان. الافراخ بعد بعمر اسبوع تنطي ديدان، ما بها اي اشكال، لانه هذه علاجات خاصة بالديدان، هي حتى يعني مسالمة، يبقى الريش محافظ، ما تشل على الريش، ما يتلك يعني، ويبقى الطير مثل ما هو. يعني انا مجربها ما بها اي ضرر على الطير. زين، يبقى عندك بس الديدان، ويبقى عندك اللقاح. واللقاح المعروف الان تشيكي الموجود متوفر يعني بالاسواق. اما هاي الامور قلنا لي انه دائما تعطي انتبايتك وتنطي اسهالات بنسب قليلة. تلاحظون هسه هذا ال5 سي مثلا، فد يوم ان شاء الله نسوي فيديو ال5 سي، يعني ربع خاشوقة، ربع ملعقة شاي. هسه هذا هم بعده، بس فيه بعده يعني الحوصلة يابسة. تقريبا هسه صار بيها مي، يعني هذا 4-5 أيام شو ظل بيه؟ ينشف. المويات يطن بس أكل، يعني بس علف، ما يطن سوائل كافية. فاحنا نحاول نكمل البرنامج الغذائي من خلال السوائل. قلنا ان شاء الله فيديو عن قريب. شوف شلون صارت هسه، شلون صار بيها ملعب، وصل المي له. يعني المي هذا له فيتامينات بي وانتبايتك بي، يعني 10/10 يطلع الفرخ، خصوصا هسه مكان دافي
تبقى عندك مثل ما نوهنا فقط اللقاح والديدان. سالمونيلا التهابات حادة كذا ممكن يطلع، لأنه الأفراخ خصوصا الأفراخ يكون مناعتها أقل مناعة وكفاءة من الأمايات، وبالتالي في وقت حرج أنت محتاج الأفراخ تتونس عليها. أول البدية هي تصاب، اللي قعدت راح يستحد وراح يعني نطب بمطب آخر ومشاكل أخرى. والموسم الشتاء مثل ما تعرفون هو يعني أشهر معدودة، فدي تتونس المربين والأخوة الجناية يردون يتونسون بالموسم، يقول لك هو الموسم أنا شايف يعني. فأنت بالذروة مال الموسم تصاب الطيور أو الأفراخ بالذات، فراح تسوي لك يعني نوع من الملل حتى من الهواية. فحصن الأفراخ بهاي الطريقة اللي تكلمنا عنها حتى تضمن سلامة الأفراخ، وبالتالي تتونس بالموسم. تحياتنا أخوان.